أعزائي المشاهدين والمشاهدات، مساء الخير عليكم. إن شاء الله قاع تكونوا بخير وانتم تتفرجوا في الفيديو تاع اليوم. طارت الليمون المنعشة، ولكن الطارطة تاع اليوم ماشي كيما لي طارت اللي مولف تشوفوهم او سيترون. اليوم كنت ما درتش لاباط، يعني ما خدمتش العجينه، عوضتها بالبسكوي سبيكيلوز كيما شفتوا في العنوان اسفل الشاشه. ولا كريم او سيترون كنت دخلت عليها مكون اللي زاد لها في البنه وجات اكثر من رائعه، اللي هي الشوكولا البيضاء. بالنسبه للناس يعني اللي يحبوا لي طارت او سيترون الانسيان، نقول لكم انا حنخلي لكم الوصفه تاعي في صندوق الوصف، وصفه ولا اروع. اما هذه تاع اليوم اكثر من رائعه، جربوها وعينيكم غامضين، وتجيكم معتدله في الحموضه حتى في الحلاوه. اما بالنسبه للاباط الاولى اللي كنت درتها بالبسكويت سبيكيلوز، تجيكم مقرمشه وتزيد لها بنه لهاد الطورطه. كيما راكم تشوفوا وصفه سهله بسيطه، ما تشدلكش كاع اليد. الا راكم مهتمين بالوصفه تاع اليوم، عليكم غير تتبعوا معايا الفيديو هذا للاخير. وكيما العاده العوايد نبغيكم كاع تدوا معايا الاجر وتصلوا معايا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فرجه ممتعه طيبه، وابقوا معايا للاخير. بسم الله على بركة الله. في الوصفة تاعنا تاع اليوم عندنا 3 مقادير. الطبقة الأولى اللي هي طبقة البسكوي. اليوم اختاريت أنا البسكوي سبيكيلوز، نتوما اختاروا أي بسكوي تحبوه، ماشي لازم يكون لوتوس، أي علامة تحبوها نتوما وعلى حسب يعني مقدوركم. عندي 80 غرام من الزبدة ندوبوها في الميكرووند، ونحتاجو ملعقة كبيرة تاع السكر البني، تقدروا تعوضوه بالسكر العادي كما تقدروا تخلاو عليه. الطبقة الثانية اللي هي كريمة الليمون، نحتاجو صفر بيضتين وبيضة كاملة، نحتاج أيضا 50 مليلتر من الماء، ونحتاج الشوكولا البيضاء. تقدري تدي 100 غرام كما تقدري تدي 80، أنا اليوم ديت غير 70 غرام، هي تاني حين ندوبوها في الميكرووند. نحتاج 50 غرام من السكر العادي، أيضا الزبدة نحتاج 20 غرام، عصير الليمون، عصير درت تاع ليمونتين جاتني 100 مليلتر، ومبشور تاع ليمونتين عفوا كما راكم تشوفوا فيه، قرصة تاع الملح. ونحتاجو باش نعقدو هاد الكريمه لازم 20 غرام من المايزينا، وكاين في بعض المناطق اللي يقولها نشا. الطبقه الثالثه اللي هي اختياريه اللي هي لامورينغ، ديت بياض بيضتين، وديت ايضا السكر، احتاجيت فقط 100 غرام باش هكذاك يعني نشكلوا لامورينغ تاعنا، وقرصه تاع الملح. اما بالنسبه لطريقه التحضير، انا كنت حضرتها يعني في هذا المول بشكل عائلي، اللي يدي مولا فاسيلمون، تقدري يعني تحكمي فيها كيما تقدروا نتوما ديروها بشكل انديفيدوال، يعني لكم الاختيار. هنا درت لكم يدي باش تشوفوا معايا ابوبري المول تاعي بلي ماشي كبير بزاف ماشي صغير بزاف، الحجم تاعي يكون متوسط. البسكوي انا كنت محتاجه 200 غرام في الوصفه. كان عندي واحد البسكوي عندي او بور، كان فيه لي بيبي دو شوكولا، كنت ضفته لهذا البسكوي لوتوس ولا السبيكيلوز باش هكذاك نكمل به المقادير تاعو. يعني كما قلت لكم ماشي لازم ديروا اللوتوس، مي لا درتوا البسكوي سبيكيلوز يجيكم مقرمش ويجي بزاف بنين. تحصلت يعني على هذا القوام، زدت عليه السكر البني ملعقه كبيره، تقدروا كما قلت لكم تعوضوها بالسكر الابيض، ولا تقدروا ايضا تتخلاو عليه. شديت هنايا ان ريسيبيون، حطيت عليه لو بسكوي تاعي كما راكم تشوفوا، وانا راح ندور معاكم الزبده. الحمد لله اللي ربي نعم علينا بالميكرووند، والله لا يسلك وما يكثرش عليك كاع لا فيسيل. شوفوا معايا دوبتها، وراني راح نبدا نخلط غير بالعقل الزبده مع مع البسكوي اللي كنا طحناه مع بعضنا. بالنسبه للاخوات اللي يتحصلوا على قوام اللي يكون شويه مرمل، هذا راجع للنوعيه تاع لو غاتو تاعك. انت حاولي انه ما تكونش سايله بزاف حتى وين ديريها في الفرن ويبقى يسيل لك هذا ليدان، وما تخليهاش مرمله حتى وين تبقى يعني ما تقدريش تشكلي الشكل تاع الطورطه. فهمتوا عليا نورمالمون؟ فوالا انا حطيتها ديريكتومون في هاد الصينيه، والفرن تاعي راه بريشوفي مسبقا على درجه الحراره 150. انا رايحين نطيبوها ولا نشفوا ليدام تاعنا حوالي 12 دقيقه، لا اكثر ولا اقل.
نتوما الاخوات من دخلوها في الفرن راكم راح تلاحظوا بلي البسكويت تاعكم مع داك ليدام ينتفخ شويه. دونك نتوما حاولوا بالملعقه تعاودوا تاجستوا ولا تحسنوا الشكل تاع الطورطه تاعكم باش هكذاك يجيكم متحوف وابلاطوها مليح مليح. كيما شفتوا انا اليوم عطيتها الوقت وما تقلقت كاع عليها بلا ما غيز، بقيت نشكل في الجوانب هكذاك غير بالعقل باش هكذاك يعني الانسان يكون راح ياكل هذه الطورطه ما تبانلهش كاع باللي لا باز تاعها راهي ان بسكوي ماشي العجينه. وهذاك هو الشكل النهائي اللي تحصلت عليه. ندخلها الفرن ونخدموا مع بعضنا الكريمه. حطيت السكر مبشور، ليمونتين، كما قلت لكم 50 غرام تاع السكر تكفي وتوفي، لانه الشوكولا البيضاء فيها يعني لو طو تاع السكر مرتفع. خلط لو زيست مع السكر مليح مليح، حوالي واحد دقيقه خدميهم مع بعضهم باش هكذاك تخرج هذيك الروح تاع الليمون والرائحه الزكيه. الناس اللي ما يخدموش بالسيترون اللي يكون بيو يعني طبيعي، ولا تبغي تخدمي بلو زيست اللي تكوني دايرتها في الكونجيلاتور يعني مجمداته، زيدي عليها اروم دو سيترون باش هكذاك تحيي الروح تاع لو زيست دو سيترون. زدت عليها هنايا عصير تاع ليمونتين كما قلت لكم ما يعادل 100 مليلتر. صفوها من المستحسن باش هكذاك لا طاخت ولا لا كريم او سيترون تاعكم تجي ليس وتجي بيان فيني. هذاك السكر راني نخلط فيه مليح مليح باش هكذاك نذوبه. من المستحسن تستعملوا الفوي. وزدت عليها هنايا 20 غرام كما قلت لكم تاع النشا ولا المايزينا. اللي ما عندهاش نقولك تقدري تعوضيها بالفارينه وتخدمي هذه الوصفه، يعني ما كانش حجه باش ما تجربيهاش. زدت عليها قرصه تاع الملح وبيضه كامله وصفار بيضتين، وهذاك البياض كما قلت لكم نخدموا به لا مورين. حطيت هذا لو ميلونج تاعي في الكسرونه، اني راح نعقدها فوق النار اللي تكون متوسطه، ووقفي عليها كيفها كيف لاصوص او فرomage ولا لاصوص بيشاميل. ما تخليهاش ديرلك هذيك لاكوش التحتانيه بقاي تخلطي فيها حتى وين تعقد لك وتحصلي على كريمه. اما بالنسبه للشوكولا البيضاء والزبده انا حنخليهم في اخر مرحله حتى وين تعقد لي. دقائق معدودة وهاد الكريمة راح تعقد لكم وتتحصلوا على واحد القوام ولا أروح. شوفوا معايا بلي ما حبستش كاع من التخلاط، أني راح نقلعها هنا من فوق النار ونضيف لها الزبدة اللي راح تزيد لها واحد البنة وقوام يكون كريمي وليس. بقاي تخلطي هنا الأخت الكريمة ما تحبسيش باش هكذاك يعني تذوب لك او فور يا ميزور وتدخل مليح مليح وتتجانس في هاد الكريمة. اون فوا نشوف الكريمه تاعي راهي متجانسه ندخل عليها الشوكولا البيضاء. لاحظوا بلي ما ذوبتهاش 100% غير شويه باش هكذاك تكمل الذوب في الكريمه لانه مازالها سخونه. بالنسبه للتخلاط ما تحبسوش الاخوات تخلطوها مليح مليح، ما تخلوهاش دير لكم دي غرومون. الا شفتيها غلباتك في الشوكولا البيضاء ما دابتلكش مليح ولا يعني بقاو لك هذوك لي غرومون تاع الفارينه ولا تاع الشوكولا، تقدري تستعملي لو بغا ميكسور. ولله الحمد انا توفقت يعني موالفه نميتريزي هاد لي كريم. سي بور سا اللي نستعمل غير الدراب اليدوي. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما خرجتها من الفرن خليتها بردت حوالي واحد 5 دقائق. تحصلت على هذا الشكل كيما راكم تشوفوا. واحد الريحه يا سلام، جربوها وما تندموش باذن الله. الكريمه تاعي هنا راهي جاهزه. ملاحظه صغيره نعطيها لكم، نتوما غير تحطوا الكريمه تمتم بلا سباتول تاعكم، بقاو تمشوا في هذه الكريمه قبل ما تبرد وتيبس لكم. علاش تيبس وتتشقق؟ لانه راه فيها الشوكولا البيضاء اون فوا تبرد ماكش راح تقدري تمشيها كيما تبغي انت. فوالا هنا كيما راكم تشوفوا كي مشيتها ما تبانش كاع بلي فيها الشوكولا. نمروا المرحله الثالثه اللي هي مرحله اختياريه سي فاكولتاتيف لا مورينغ. مي كي نقولوا لا تارت او سيترون نقولوا المورينغ بغيلي. هنا في البيتران حطيت بيضتين، زدت عليه 100 غرام من السكر الابيض يعني السكر العادي، ما درتش لو سكر غلاس الاخوات. وبيان سور كي نقولوا بياض البيض نزيدوا له قرصه تاع الملح. دربت مع الاول بياض البيض وحده مع قرصه تاع الملح، ومن بعد بقيت غير بالتدريج نضيف عليه في السكر. درت لها لا فيتاس اللي كانت ماكسيموم حتى وين تشوفي بلي لا مورينغ تاعك راهي قادت لك ودارت لك لو باك دو وازو، سيتادير لا مورينغ تاعك راهي ناجحه.
هنا استعنت باللابوشادوي. نتوما لما عندكمش تقدروا تحطوها ديريكتومون، ومن بعد بالملعقه ولا بلا فوخشيط تبقاي ديري واحد الشكل اللي يكون عشوائي ويكون اوريجينال. انا كيما راكم تشوفوا درت يعني هكذاك بلا بوش، زينتها درت هكذاك وريدات ولا يعني دي مورينغ اللي كانوا صغار. تقدروا تخلوها كيما راهي، تقدروا تفوتوا عليها شويه بالشاليمو وتحرقوها شويه. اما بالنسبه للتزيين راكم راح تشوفوا معايا الشكل الاخير تاع الوصفه تاعي تاع اليوم. درت لها شويه تاع لي زاموند ايفيلي، زدت عليها واحد الوريقات صغار تاع النعناع اللي راني غارساتها في داري. قسمتها لكم كيما راكم تشوفوا. تبان لكم بلي تتفتت، سي نورمال الاخوات في الجوانب يعني تقسموها ميم كي تكون تاع العجينه وتكون هذاك لو سابلي لا بات سابلي تكون الله الله ناجحه تتفتت لكم. جات من اروع ما يكون. جربوا الوصفه تاعي تاع اليوم، ديروا لو ميلانج تاع البسكوي سبيكيلوز مع لا كريم او سيترون شوكولا البيضاء، راكم رايحين تبدلوا رايكم في الفكره تاع لا تارت او سيترون الانسيان. هذا ما يعنيش انه الوصفه اللي يعني القديمه ماهيش بنينه، كما يقولوا ناس زمان الجديد حبوا والقديم لا تفرط فيه. نتمنى الوصفه تاعي تاع اليوم اخواني اخواتي تكون نالت اعجابكم. الناس اللي راهي تتفرج فيا لاول مره ومازال ما اشتركوش، نقول لكم فعلوا الجرس، اشتركوا في القناه فضلا وليس امرا، هكذاك نكبروا القناه ونعلوها ويعلي شانكم باذن الله. ما عليا غير نقول لكم شهيتكم في الجنه ان شاء الله. نتلاقوا في فيديو جديد مع وصفه ولا تدبيره جديده. سلام.